في الحكاية دي أوعدك إنك هتشوف عظمة ما شفتهاش قبل كده. حكاية بارك أسطورة القتال، وليه لقب اسمه ملك القتال لأنه ما اتهزمش قبل كده. ولكن قبل ما نبدأ الحكاية صلي على النبي محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. ويلا بقى نبدأ. بتبدأ حكايتنا وبنشوف صاحبنا صحي من النوم وبيقول هو ايه اللي حصل؟ هو أنا لسه عايش؟ لأ، المكان ده هو المسكن الجماعي. ايه كل الجروح دي؟ هو انا انتقلت بالزمن ولا ايه؟ انا ما متش، ولكن بدلا من كده مفيش اي طاقة روحية بالجسد ده. ضاعت 30,000 سنة من التدريب المتواصل. الحقراء كانوا بلا رحمة. وبيحكي صاحبنا بارك وبيقول انا كنت في اعلى مستوى في العالم، ولكن في اللحظة اللي انا بقيت فيها ملك انا جيت ليوانجي لسحق بعض الاقوياء. واخر حاجة ان انا كنت بنزل دم ومش قادر مع بعض من الكراهية، فأرسلوني في الزمن ده في جامعة يوان هاي. أكيد العالم ده مستوعبش قوة العديد من المحاربين الأقوياء في نفس الوقت، ومنهم أنا. ومرة واحدة حد بيتكلم وبيقول له إن هيجي وقت موتك، وإنه من حظه إنه انتقل بالزمن لما بقى ملك. وبنعرف مين اللي كان بيتكلم بالصوت، وهي بنت. وبتقول له هو أنت صحيت يا بارك؟ وبيقول بارك أنا دلوقتي افتكرت، هو أنا ليه كنت مصاب؟ وبتقول له علشان أنت انفصلت عني انا هرجع لك حاجاتك التافهه. وبيفتكر ايه هو اللي حصل، وان ليه هي انفصلت عنه، وان الشخصيه اللي كانت قبلي اتهانت في الشارع قدام الكل، وان الواد اللي هانه كان ابن المدير اللي مشغل ابوه. وكمان مش كفاياهم تنمر وضرب فيه، لا ده كمان طردوا ابوه من الشغل. وبيقول لها بارك هو في حاجه كمان ولا ايه؟ فبترد وبتقول له انت نسيت نفسك ولا ايه؟ انت عديم فائده، وانت لغايه دلوقتي بتجرؤ انك تكلمني؟ وان الواد اللي طرد ابوه وكمان اهانه وضربوه بيطلب منك ومن ابوك انكم تترجوه علشان يسامحكم. في الوقت ده هيرجع ابوك للشركة، وبعد كله ده انت بتعتمد على ابوك اللي بينظف الحمامات كل شهر. وبيقوم بارك وبيفكر وبيقول ان ليه منغ انه كان معجب بيه في الوقت ده، ولكن دلوقتي اصبحت كل الحاجات دي مجرد ذكرى. وبيقول لها بارك بكل شجاعة ان الرجال ما بينحنوش وانه مش هيهين نفسه. فبتتعصب وبتقول له ان برضه بعد كل اللي حصل له ولسه مصر، انت غبي ولا ايه؟ فبيرد وبيقول لها قولي له اني مش هاجي لحد. فبتتعصب منه بتقول له هو انت نسيت كل اللي حصل لك؟ انت تستحق الموت. وبتمشي وبتسيبه. وبيقول بارك انه محتاج يتدرب على بعض المهارات قبل ما يواجه الواد المتنمر. كويس ان انا لسه فاكر نصوص فنون القتال في مخي، ودي اللي كان قبل ما يتنقل عارفها كلها لما كان قوي جدا. وبيكمل وبيقول ان دلوقتي اكتر مهارة مناسبة ليه هي مهارة التشي الجحيم التسعة. وبيقول انه هيعالج نفسه الاول من كل الاصابات اللي فيه، وانها بس مسألة وقت علشان يرتفع مستواه لعالم تقنية التشي. وبيبدأ يستخدم قوته الجبارة واللي كانت ملكه في حياته اللي قبل كده، واسمها سيف التشي. ولكن فيها عيب، والعيب ده كفيل انه يدمرك حرفيا. ان انت لو فشلت في دخول تقنية عالم التشي فهيتم اكتشافك بسهولة من الملوك، وهتكون في خطر كبير. وبيقول بارك هو انت هنا يا سيف؟ انا كنت فاكر ان انا مش هلاقيك تاني. واسم التقنية دي سيف النجم. وبيمسك السيف ومرة واحدة بيكسره. وبيكمل وبيقول انه بيظن انه توهم كتير، وانه لسه مصاب، وانه مفيش اي تشي كافي، وبيتشفي جسمه كله. وبيقول انه دلوقتي مستعد. وبارك بيستخدم قوته، وبنلاحظ قوته الجبارة واللي لسه اصلا يعتبر لسه في البدايات ولسه مستخدمش قوته الكاملة. وبنلاحظ فرق القوة، وبنشوف ان الحيطة اتدمرت. وبيقول بارك ان دي مجرد ضربة عادية مدموجة باتصال من التشي. وبيسخن من الكلام اللي قالته البت وبيضحك وبيقول اعتذر، استناني بس وانا هوريك انا مين. وبعد كده بنشوف بارك في الحديقة وبيكون بيتدرب على قوته، ومرة واحدة بيستخدم قوته، ولكن مش بيقدر انه يستخدمها بشكل قوي مش زي الاول لما كانت قوته كبيرة جدا. وبيقول بارك ان مصدر التشي في العالم ده قليل جدا، ولكن مش مشكلة انه يستمر في قوة تقنية التشي، وانه لو عايز يحس تقدم فالمفروض انه يركز قوة التشي اكتر من العادة. وبعديها بنشوف صاحب بارك في الحياة دي وبيدور عليه ومعاه شلة العيال المتنمرين. وبيقول للعيال المتنمرين انه على طول بيبقى هنا، ولكن هو مش عارف راح فين، وانه ممكن يبقى مشي وهيرجع بعد كده. فبيرد عليه الواد المتنمر بكل غرور وبيقول له اكيد انت بتهزر معايا. والكلب بيهوهو عليهم. وبنشوف بارك وهو بيراقب العيال المتنمرين
وبيقول ان ده زميله في غرفته واسمه وينغ، وكان برضه صديقه في حياته قبل ما يجي. وبنرجع للولد المتنمر وبيقول لوينغ انت بتهزر معانا، وبيقول له اصحابه اللي ملهوش فايدة غير انه ضعيف. فبيرد وبيقول له ان بارك طيب القلب وانه لو طلبته هيساعدني. وبيضرب ولد من عيال متنمرة صاحب بارك وبيوقعه على الارض، والكلب بيهوهو عليهم. وزعيم الشلة بيقول له انه كلب مزعج، وبيمسك العصاية وخلاص كان هيضربه. بيقول له صاحب بارك انه مجرد حيوان. فبيرد زعيم الشلة وبيقول له ده معناه انك بتكذب علينا. فبيرد وبيقول له ان بارك تعبان وعلى السرير وان اي قتال تاني هيموت. وبيكون زعيم الشلة متعصب وبيقول انهم يعلموه درس. فبيجي نفس الولد المتنمر اللي وقعه على الارض وبيقول انه مستعد وبيهجم عليه، وخلاص كان هيضربه. والواد بيكون خايف. بيتدخل بارك في لحظة جامدة جدا وبيصد الضربة، وبيكون متعصب من اللي عمله في صاحبه وبيكسر صوابعه وبيستعد للقتال. وبيضربه ضربة بضربة التشي مدموجة بقوة رجله وبيقع على الأرض. وبيقول بارك من الأفضل انكم تهربوا من هنا قبل ما نغضب. وبيقول صاحبه وهو خايف انت بتعمل ايه هنا؟ اهرب بسرعة. وبيضحك زعيم الشلة وبيقول اهرب؟ انت ازاي تجرؤ على انك تكلمنا كده او انك تظهر امامنا؟ وبيقول لاصحابه انهم يقتلوه بسرعة. وبيروح لبارك وهو بيقول لصاحبه انه ما يقلقش وانهم هما اللي هيهربوا مش احنا. فبيهجم واحد من شلة المتنمرين على بارك وبيتفادى الضربات وبيضربها له في وشه. وبنشوفه هو بقى على الارض وبيعيط واحد عليه وبيقول هو ايه اللي حصل. وبيهجموا الاتنين عليه وبيستخدم قوته وبيضرب اول واحد وبيقع قدام زعيم المتنمرين. وبيقول بارك زي ما انت قلت في المرة اللي فاتت. وبيقول واد المتنمر بينه وبين نفسه لا ده مستحيل، ده كان مجرد حسالة في المرة اللي فاتت، هو ايه اللي حصل؟ ومرة واحدة بتجيله ضربة بارك وبيتقطع شعره. وحرفيا صاحبي الضربة دي كانت كفيلة انها تموته، ولكن بارك سابه وبيقول له انه هيسامحه المرة دي وبس. فبيستغل الواد المتنمر الفرصة وبيقول له انه ما ينساش انه مش هيسيبه، وبيمشي هو واصحابه. وبيروح لبارك الا مرة واحدة الكلب بيهوهو وبارك بيبص عليه وبيستخدم قوته وبيحرك ورقة الشجر وبيضرب بيها الشجرة. وبنشوف انها قدرت تدخل في الشجرة وتكسر جزء منها، وده من قوة بارك الكبيرة. وبنعرف ليه الكلب كان بيهوهو. وبيظهر واحد احنا ما نعرفوش وبيقول له اللي مش معنى انهم ضعفاء فهو هيضربهم وان هو اللي هيتصدى ليه. وبيروح للعيال المتنمرة وبيكون كله بيعيط. وبيقول زعيم الشلة انهم اخيرا هربوا. وبنرجع لبارك وبيقول للراجل ما تهرب انت كمان معاهم. وبيقول صاحب بارك ان هما ممكن يبقى فاكرينهم اشرار وان مش اهانة انه يهرب لما ما يكونش قد قوتهم. وبيكمل الراجل وبيقول بما انك متدرب هو مش من الغلط انك تهاجم ناس عاديون. فبيرد بارك وبيقول له انت فهمتني غلط، هما اللي هجموا عليا وعايزين يعملوا مشاكل. فبيتعصب الراجل منه وبيستخدم قوته وبيقول له انت بتتدرب بطاقة التشي ومع كده بتهاجم الناس العادية. وبيهجم عليه وبيضربه ولكن بيتفادى الضربة وبينصدم انه قدر يتفادى الضربة. وبارك بيضربه وبيكون الراجل مصدوم وبيقول ان القوة دي مستحيل تكون في قوة عالم التشي. وبيحاول انه يعالج نفسه وبيقول ان ده سيء. وبيبص له بارك باستغراب وبيكون لسه هيستخدم قوته تاني. الراجل بيقع على الارض من قوة الضربات وبيقول انه مستغلش موقفي وما هجمش عليا. هل هو فعلا مظلوم زي ما قال؟ وبيقول بارك انه مستوى قوته اعلى مني بعالمين ولكن روحه ضعيفة جدا. هل هو مصاب؟ وبيكون الراجل بيتوجع وبيقول هل هو بيشوفني؟ ومرة واحدة بيكون وراه وبيستخدم قوته وبيقول ان زي ما توقع وان مسارات الطاقة بتاعته اتصابت وانه ما يقدرش يستخدم اقوى ما عنده. وبيعالجه وبيكون الراجل مش فاهم حاجة وانه ليه عمل كده وان تم شفاء نصف مسارات الطاقة اللي عنده. ازاي قدر انه يعملها وهو في عالم التشي بس؟ وبيكون الرجالة اللي جت معاه خايفين وبيشاور واحد عليه وبيقول هو انت اللي عملت كده؟ امسكوه بسرعة. وبيبدأوا يجمعوا عليه وبارك بيستخدم قوته واللي بيشاور عليه بيقول انت متدرب وانه جاي من عالم تاني وبيوجه للسلاح. فبارك بيتفادى الضربة ومرة واحدة بيجي قدامه وبيقول اللي شاور عليه انه سريع جدا. وبيقول بارك انه يقدر يتفادى الرصاص وبيقول الراجل سيبه في حاله. وبنشوف ان بارك
كان لسه هيضربه، والراجل بيروح للحارس وبيضربه بالقلم وبيقول له مين اللي قالك تعمل كده، وبيعتذر لبارك وبيقول له انهم فهموه غلط وانه ممتن ليه علشان عالج مسارات الطاقة بتاعته. وبيكون الحارس مستغرب هو اللي عمل كده، وبيقول بارك انه ولا حاجة بالنسبة لي، انا شفتك انك ما عندكش نية سيئة والا هتكون النتائج مختلفة، انا كنت اقدر اموتك في ثانية. وبيرد الراجل بيقول انه عارف انه بيهزر، فبيرد وبيقول له انه ما بيهزرش. وبيقول له الراجل وهو مصدوم انه عايز يعرف الحقيقة، هو انت فعلا في عالم التشي؟ وانه عنده بنت مسارات الطاقة بتاعتها مصابة وقعدت كده سنوات كتير، انا محتاجك انك تساعدها. وبيقوله احمد الحراس ان السيدة الصغيرة مسارات الطاقة بتاعتها مصابة في اصابة قديمة، حتى المعلم العظيم يوان شو اقوى واحد ما قدرش انه يعالجها. ازاي الولد ده يقدر يعمل كده؟ انا شايفه انه مجرد نصاب وكمان حرامي. فكر في الموضوع ده، اقوى شخص ما قدرش يعملها، انت واحد في عالم التشي عادي تقدر تعملها. وبيكون بيشاور على بارك وبيكمل وبيقول انت تجرأ على خداعنا، انت مجرد حسالة. وبيتعصب منه الراجل وبيضربه وبيقول له هو انت رئيس ولا انا؟ ما تفتكرش نفسك ذكي، انت ما تقدرش انك تفهم خبير زيه. وبيقول بارك زي ما قلت لك. وبنشوف الحارس وبيكون متعصب من اللي عمله في مديره، وبيقول ان بارك طفل صغير وبيبص للمدير بتاعه، وبيكون التاني خايف منه. وبيقول الراجل انه يقدر يشوف ان بارك ليه مواهب متميزة، ولكن التشي في المكان ده مش كافية في الزراعة. وبيمشي بارك وكان ماسك ورقة وبيقول له اتصل في الرقم ده، وبيرميله الورقة. وبيقول الحارس لو الولد ده مقدرش انه يعالج السيدة الصغيرة فهتكون نهايته على ايدي. الغبي ما يعرفش قوة بارك الحقيقية، ده هما بالنسبة له مجرد نكرة. وعلى الناحية التانية بنشوف بارك وحد بيرن عليه وبيقول له انت ما اعتذرتش ليا، وبدل كده كمان ضربت رجالتي، انا هديك مهلة 10 دقايق، ولو ما جيتش فهضرب صاحبك وكلبه كمان لغاية ما يموت. وبنشوف عظمة بارك انه بعد ما قفل التليفون بيقول انه كويس انه اتصل بيه لانه كان عايز اي شخص علشان يهدي غضبه. وعلى الناحية التانية بنشوف اللي خاطفين صاحبه والبنت اللي كانت صحته، واللي قالت له انه يجي للراجل ده ويعتذر له، ولكن ما عملش اي حاجة. وبنشوف صاحبه المخطوف وكمان الكلب بتاعه، حرفيا بارك مش هيسيبهم ابدا، ده هيعلم عليهم. وبس كده، ده كان الجزء الاول من حكاية بارك ملك القتال. وسؤالنا بتاع الحلقة دي يا ترى ايه اللي هيحصل؟ وعلشان اسهل السؤال ليكم 3 اجوبة، واحد منها صح. اول اجابة انه هيروح ويتفاوض معاهم علشان ما يعملوش حاجة في صاحبه بعد كده ينفخهم. تاني اجابة هيروح ينفخهم بعد كده ياخد صاحبه. تالت اجابة هيستخبى ويتسلل ويجيب صاحبه بعد كده ينفخهم. اكتبوا الاجابة اللي متوقعينها في التعليقات، واللي هيجاوب صح هقول تعليقه الفيديو الجاي. وسلام.